السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة مطبخ فيفي. كنتمنى تكونوا بألف خير وبأحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله نحضر معكم واحد الوصفة زوينة بزاف كتعجب الوليدات الصغار قبل الكبار. صراحة كتجي زوينة بمقادير بسيطة. وقبل ما ندوزو المقادير وطريقة التحضير، اللي كنتو أول مرة كتشاهدوا فيديوهاتي ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. وفي المقادير غنحتاج بيضة واحدة، واحد القبصه ديال الملح، هكا غير رشه صغيره. كنطرب هكا هاد البيضاء مع الملح، وكنضيف نصف كأس ديال الحليب بارد يعني بحراره المطبخ. كنخلط مزيان وكنبدا نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق كنضيفو تدريجيا. المهم انا غنوريكم القوام كيفاش خاصو يكون وحتى شحال خدات معايا ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق فاستعملت الدقيق الابيض، والكميه فهزت لي تقريبا هكا واحد جوج ديال الكؤوس ونصف، ما يعادل 250 غرام. وبالنسبه للقوام ديال العجين فكيكون هكا شاد راسو، يعني كيكون شويه قاصح. بالنسبه لهاد العجينه فكتبقى كتلصق، يعني واخا تبان لكم كتلصق ما تقصحوهاش بزاف، لانه واخا هكا كتضيفوا لها 250 غرام ديال الدقيق فكتبقى واحد شويه كتلصق. المهم شوفوا معايا القوام، كندلكها ما والو، غير كنخلطها باش كيمتزج هكا الدقيق مع باقي المكونات. كنرشها شويه بالدقيق وكنخليها كما شفتوا. هذا هو القوام. كنغطيها بالبلاستيك الغذائي وكنخليها ترتاح شويه، وكندوز باش نصايب الحشوه ديال هذا العجين. هذا كنضيف 2 معالق كبار ديال النشا او مايزينا، وعندي هنايا 400 مليلتر ديال الحليب ما يعادل 2 ديال الكؤوس ونصف. كنضيف منه غير شويه على هاد النشا باش كنخلطو هكا شويه وكنوضعو جانبا. وبالنسبه الكميه اللي كتبقى لي ديال الحليب فكنديرها في كاسرونه، وكنضيف عليها 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر ما يعادل 2 ديال الاكياس. وكنضيف 2 معالق كبار ديال السكر، دائما السكر حسب الذوق. هاد الكميه هادي السكر ما كتجيبش هاد الكريمه هادي حلوه بزاف. كنخلطو هكا واحد شويه وكنوضعو فوق نار كتكون متوسطه. كنخليه هكا وانا كنحركو حتى كيوصل لدرجه الغليان. النار كتكون متوسطه فدغيا كيوصلنا لدرجه الغليان. بعد ما كيوصل لي الخليط لدرجه الغليان كما كتشوفوا، كنقص النار في هذه المرحله، كنقصها تماما. وكنجيب الخليط اللي حضرت من قبل ديال الحليب مع النشا، كنخلطو واحد شويه لان النشا كيكون هبط القاع. وكنضيفو للخليط مع الاستمرار في التحريك. في هذه المرحله هذه كنخلط هكا بسرعه لان الخليط كيتختر بسرعه. وكنركز لكم على النار خاصها تكون مهيله باش هكا النشا ما كيتحرقش. كنبقى هكا كنخلط، اللي لاحظتوا الخليط دغيا كيتختر حتى كيوصل لدرجه الغليان وكيبقاو يبانوا لي هاد الفقاعات هادو. صافي كننزل هاد الخليط من فوق النار وكنخويه في واحد البول وكنغطيه بلاستيك الغذائي. بالنسبه للطريقه اللي كتغطيوه فدائما كنوريكم هاد الطريقه هادي، كتحطوا هكا البلاستيك مباشره فوق الكريمه وكتخليوها في الثلاجه حتى كتعقد وكتشد راسها. اما بالنسبه للعجين فمن بعد ما كيرتاح كنرش هكا سطح العمل بالدقيق وكنقطعو. يمكن لكم تقطعوه علاش ما بغيتو، يعني انا هنايا قطعته على 8. يمكن لكم تستعملوا الميزان او لا عينكم ميزانكم باش هكا يجيوكم قد بعضياتهم. كنكور هكا العجين كما شفتوا بنفس الطريقه. كنكور باقي العجين وكنخليه هكا، كنغطيه بلاستيك الغذائي وكنخليه يرتاح واحد شويه باش كنطلقو بسهوله. وبعد ما كيرتاح العجين كنرش سطح العمل بالدقيق. ضروري ترشوا الدقيق لان هاد العجينه هذه كتكون كتلصق. وكنطلق هكا العجينه بالدلاك حتى كتولي هكا رقيقه كما شفتوا. هذا هو السمك. هنا باش نقطع هاد العجينه هذه وتجيني دائريه يعني مقاده، كنحط هكا واحد الطبسيل صغير وكنقطع عليه. الا بغيتوش ديروا الطبسيل فكتحاولوا من الاول تلقوا هكا العجينه مقاده. انا غير مع التصوير راكم عارفين يعني كنبغيو الحاجه تجي كامله. فقطعتها هكا بهذا التبصيل. وهنايا عندي واحد الحك ديال مطيشه ديال الحديد، كندير عليه هكا هاد الورق ديال الطبخ في القاع وكنحط العجين. حاولوا تحطوا العجين مقاد يعني ما تكونش جهه طول من جهه. كنحاول هكا نصايب له هاد الجنيبات باش كيجيو هكا مديكورين زوينين، كيجي بحال الكويس. نحاول هكا نضغط عليهم باش كيتماركاو كيبقاو باينين.
مباشره كنحط هاد العلبه ديال المطيشه مع العجينه في الزيت اللي كيكون سخون، وكنبدا هكا كنخوي الزيت على العجين. نحاولوا غير بشويه باش ما نتحرقوش. كنحاول هكا نضغط على القاع باش كيبقى هكا مقلس، يعني القاع كيبقى مسطح. وكنخوي الزيت على الجوانب وانا كندور بهذه الطريقه كما كتشوفوا. مره كنضغط على القاع. كنستمر بهذه الطريقه حتى كيولي لي العجين مذهب، يعني ما تحيدوش من هذا الحك قبل ما يولي بحال هكا مذهب، لان كيكون باقي ما شدش راسو ملي غادي تحطوه غادي يعواج. فمن بعد ما كيولي هكا مذهب كنحيد هذا العجين من هاد العلبه ديال الطماطم، كنحيدها هكا كنحطها جانبا، وكنستمر هكا في الطياب ديال العجينه ديالي. كنخوي لها الزيت في الوسط باش كتحمر من الوسط. وبالنسبه للكويرات ديال العجين فحاولوا انكم تلقوهم كاملين عاد تبداو تقليو. اذا كندير هكا الجانب ديال هاد الكويس هذا في الزيت، وكنبقى هكا كندورو بشويه بشويه، وانا كنخوي الزيت حتى كيتحمر كله كما شفتوا. كنقلبوا واحد شويه باش كيتحمر من الفوق. صافي كنحيدو. بالنسبه لهاد العجينه هذه فكتجي رائعه جدا، كتجي هشيشه ومقرمله وبنينه في نفس الوقت. شوفوا كيفاش كتجي يعني، وكتجي فيها هاد الفقاعات كيجيبوها مقرمله. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنقلي العجين ديالي كامل. وبالنسبه للكريمه فمن بعد ما كتشد راسها خليوها حتى تشد راسها مزيان. كنضيف عليها واحد العلبه ديال الياغورت بالشوكولا. نستعمل طانيت شوكولا، خليت منه غير واحد الملعقه كبيره للتزيين في الاخير. كنخلط مزيان سواء بالضراب اليدوي او لا بالفرشاة حتى كيمتزجوا بجوج، وكيولي هكا الخليط على هذا القوام هذا. وبالنسبه لي انا غادي نعمر هاد الكريمه هذه في واحد البوش ديال البلاستيك غير هكا باش يعاونني ملي نجي هكا ندير الحشوه. يمكن لكم تخليوها هكا في الزلافه وتعمروها بمعلقه. وكنجيب هكا الكويسات اللي حضرتهم من قبل، وكندير في القاع واحد شويه ديال الكريمه. بالنسبه للحشوه فيمكن لكم تعمروهم، الا لاحظتوا مره ما فيهمش السكر، يمكن لكم تعمروهم بحشوه حلوه اولا مالحه. اذا بعد ما كندير الكريمه في القاع كندير هكا شويه ديال البنان. يمكن لكم ديروا اي فاكهه بغيتو. كندير هكا غير شويه في القاع. ايضا عندي هنايا الزبيب كندير هكا واحد شويه. وبالنسبه لهاد الاكله هذه فكيحماقوا عليها الوليدات صراحه، كتجي بنينه وكما شفتوا هكا يعني فيها شي حويجات مفيدين هكا. البنان الزبيب غادي نديروا فيها المكسرات فكتجي هكا مفيده. وحتى العجين اللي كنقليو فما كيجيش شارب الزيت بتاتا، لان كما شفتوا غير كنخويو عليه الزيت فما كيجيش شارب الزيت. هنايا عندي هذا البسكوي على شكل سيجار، حتى هو كنديرو في الوسط، كنهرسوه هكا وكنديرو في الوسط. يمكن لكم ديروا اي حاجه كما قلت لكم. وحتى بالنسبه للحشوه فيمكن لكم ديروها مالحه، ديروا هكا شويه ديال الميس مع الطون مع شويه ديال الخضر، كيبقى لكم الاختيار. المهم انا فضلت انني نديرها حلوه. اذا في الاخير كندير هكا واحد الطبقه ديال الكريمه، وفي الاخير هكا كنزين بشويه ديال البنان. كندير هكا هاد السيجار كنزين به هكا في الجنب. دائما الحشوه اولا التزيين كيبقى على حسب المتواجد عندك. وعندي هنايا شويه ديال اللوز مهرمش كنرشوه هكا في الوجه، ايضا شويه ديال القرقاع مهرمش. وبالنسبه للتزيين في الاخير فدرت هكا خطوط بديك المعلقه كبيره ديال دانيت اللي خليت دانيت شوكولا. كندير هكا خطوط وكيجيو على هذا الشكل صراحه كيجيو زوينين بزاف. العجينه كتجي مقرمله. انا صراحه صورت لكم كيفاش كتجي يعني هكا هرست معكم العجينه، ولكن ما عرفتش المقطع فين مشى فاكتفيت بهذا الفيديوهات. هذه العجينه هذه صراحه كتجي رائعه جدا، كتجي مقرمله ما كتجيش قاصحه وكتجي بنينه. غير جربوها على ضمانتي كتجي اكثر من رائعه. وصلنا لنهايه الفيديو. كانت هذه الوصفه ديال اليوم. ما تنساوش تخليو لي ارائكم في التعاليق، والا كنتو مازال ما اشتركتوش فاشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. نتلاقاو فيديو اخر. بسلام عليكم.